انا جاي اتكلم معاكم النهارده في موضوع هو فعلا ذو قيمه، موضوع كارثي كارثي وبينتقل بين الشباب على مر السنين اللي فاتت كلها ودلوقتي بالاكتر. موضوع خطر بصراحه. فعلا فكره اللا معنى اللي بقت عند الشباب، والشباب بقى عقلها مليان بحاجات كتير قوي وكلها ملهاش معنى، كلها ملهاش قيمه. عقل الشباب دلوقتي لما تيجي تتكلم مع شاب ولا حد عنده 20 سنه 19 سنه 18 سنه، تقعد تتكلم معاه هو مخه فاضي، مخه مليان بحاجات كتير غلط وفاضي. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الاغاني. كل ده بسبب الاغاني المنتشره اللي ماليه عقول الشباب. كل واحد لابس الهيدفون ولا لابس السماعه بيسمع شويه اغاني فعلا تيجي تركز فيها وتركز في كلماتها فعلا صعبه. بدل ما يملى دماغه مثلا لو هو شخص مسلم يملى دماغه بالقران، بالاذكار، بالتواشيح. لو هو شخص مسيحي بالعظات، بالترانيم، هكذا. الكلام ده كنت طبعا بقوله لكل الناس، لكل الناس. الاغاني المنتشره حاليا واللي الشباب بيسمعها مليانه 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 باللا معنى. احد المطربين، انا لا هذكر اسامي ولا هذكر اغاني ولا هذكر اي شيء، انا هقول لك كلمات من اغاني اللي الشباب كلهم ماشيين بيرددوها. اغنيه مثلا بيقول لك ايه؟ عامل ليه فزلوكه مام بالراب بفلوس شكشوكه، اجيب اوتوجان واسيب سكسوكه، عامل الدنيا كما تقول سوكه. اتحداك لو انت استفدت شيء، اتحداك لو انت طلعت بقيمه من ده. ومع ذلك كل الشباب بلا استثناء ماشي بيغنيها. كل الشباب بلا استثناء لابس الهيدفون وبيسمع الاغاني دي. المطرب زي ده لو عمل حفله اتفرج على تقفيله الحفله، كميه الشباب اللي واقفين. عشان خاطر ايه؟ فين القيمه؟ فين المعنى في اللي اتقال؟ لا معنى، لا معنى، دماغ خاويه. اندرو فليكشر المفكر الاسكتلندي قال جمله ركزوا فيها يا شباب: اعطيني ان اكتب اغاني شعب ولا يهمني من يكتب دستوره. لو عايز توصل لعقليه شعب وثقافه شعب عن طريق اغانيه، عن طريق الاغاني اللي بيسمعها. ودي الاغاني للاسف المنتشره حاليا، دي الاغاني ودي المعاني اللي في دماغ شبابنا حاليا. فعلا احنا في كارثه. لو ركزت في الاغنيه دي هتلاقي حاجتين: اول حاجه غياب المعنى، مفيش معنى. تاني حاجه التمركز على الذات، كيفي كده وكيفي هنا واللي هقوله همشيه ومش عارف ايه، والكلام اللي مكتوب جوه كلمات الاغنيه اللي قدامنا دي اغنيه من ضمن الاغاني وجايبه 20 مليون مشاهده. 20 مليون. تخيل. لو سلوكك فكه المها بالقراجه، خدت السكه الصعبه حفظت انا الكراسه. دي الاغاني اللي بتشكل ثقافه شبابنا ووجدان شبابنا، وده المعنى اللي بيوصل لشبابنا اللي هو غير موجود. انا عايزكم تتخيلوا لو انت شاب، اعقلها مع نفسك وفكر، هل انت بتضيف لعقلك قيمه؟ لنفسك عليك حق على فكره، والعقلك اللي انت بتدخله حاجات ده عليك، ليه عليك حق. ولو انت اب وام ولادك، يعني ولادك ده الاغاني اللي بيسمعوها ودي المعاني اللي بتخش ليهم في دماغهم، يعني لك ان تتخيل. يعني اوعى تفكر لو انت شاب او لو انت اب وام ان كده عادي، يعني بينبسط بيفك عن نفسه، اغنيه بيروح على نفسه بيها. بيتعود. التعود، والاخطر هو التعود على اللا معنى. التعود على اللا معنى. انزل اتكلم مع شاب عنده 17 18 15 20 سنه وشوف ايه المعنى اللي خدته منه من كلامه، ايه المعنى اللي في عقله. اتفرج، اعملها تجربه ليك انت. انزل اتكلم وحكي كده مع حد، او لو حواليك حد اقعد اتكلم معاه، شوف المعنى. هتلاقي كارثه. فسيبك من اللي هو بينبسط، دي اغنيه بيفك. انا مش بتكلم الاغنيه دي اغنيه كده راندوم، انا جايبها كده عشوائي. الاغاني ماليه الدنيا، ده كل الاغاني الموجوده حاليا. انزل اتكلم معاه واتفرج، هتعود على اللا معنى. التعود، وده اخطر شيء. مفيش شبهي في بلدك، قارن ورقي بورقك، بلدك المفضله بنما، دنيا ومفيش عزيز مرقه، وانا كماريو جيت اشعلل. ايه بقى؟ اغنيه جايبه فوق ال 30 مليون مشاهدات والشباب ماشي بيغنيها. قول لي استفدت ايه؟ قول لي طلعت بايه؟ حسيت ايه؟ ايه بلدك المفضله بنما، دنيا ومفيش عزيز مرقه، وانا كماريو جيت اشعلل. ايه بقى؟ قول لي فعلا بتدخل لعقلك ايه؟ ليه دي الاغاني المنتشره؟ طول ما انت متعود على ثقافه يعني لا معنى، هيبقى عندك انعدام لثقافه ان انت تقبل المعنى. يعني انت هتفضل تدخل، مش هيبقى عندك الفلتر اللي انت عارف ان ده ملوش معنى فمش هدخله لعقلي، مش هقعد اسمع له. جت عليا مره سمعتها فمش هسمعها تاني، انا عرفت ان ما فيهاش معنى. الفلتر ده هيتشال لان انت اتعودت تدخل لا معنى وحاجات مالهاش معنى. والكلام ده مش الاغاني، الكلام ده حتى في الفيديوهات اللي بنقلب عليها كل يوم نقعد نتفرج عليها. لو لقيت فيديوهات مالهاش معنى كل يوم شغلت وقتك بيها، هتتعود ان انت كل يوم تتفرج على فيديوهات مالهاش معنى.
هيبقى عينك متعوده وعقلك متعود كل يوم تشوف فيديوهات ملهاش معنى. فانا كلامي هنا مش على الفيديوهات بس ومش على الاغاني بس، على كل شيء. اتعود ان انت تدخل حاجات لعقلك ليها معنى وحاجات ليها قيمه، عشان خاطر انت تضيف قيمه للي حواليك وقيمه لمجتمعك وقيمه للحاجات اللي بتطلع من جواك. طبعا انا بطلب منكم الفيديو ده يتشير في كل مكان، يعني الفيديو ده يا ريت يوصل لكل مكان، لان بسببك لو انت عملت شير والفيديو ده وصل لحد وبطل الاغاني دي او بطل الفيديوهات دي، فربنا هيعوضك تعويض عظيم، يعني هيكافئك مكافاه كبيره جدا، لان انت ساعدت شخص انه يكون نسخه افضل من نفسه، ساعدت شخص ان هو فعلا يفوق لنفسه ويعرف ان الحاجات اللي ملهاش معنى ما ينفعش تخش جوه مخي، الحاجات اللي ملهاش معنى ما ينفعش افضل اسمعها وافضل ارددها، اختار الحاجات اللي ذو قيمه وذو معنى عشان اكون انا من جوايا اقدر اضيف قيمه واضيف معنى للي حواليا وللمجتمع اللي انا فيه ولنفسي والحاجات اللي طالعه مني. فرجاء رجاء رجاء نختار الحاجات اللي نشوفها والحاجات اللي نسمعها واللي ندخلها عقلنا. اسف ان انا طولت عليكم، ويا رب الفيديو يوصل لكل مكان عن طريقكم، وشكرا لكم جدا، شكرا لمتابعتكم، سلام.